بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ لمسات وفاء، ودائما سعيدة بلقياكم كما العادة. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. وصفة اليوم اللي بغيت نشارك معكم عبارة عن طرطة بثلاثة ديال الطبقات، كنتمنى تنال الرضا ديالكم. على بركة الله نبدأ باستعراض المقادير ثم الطريقة. بالنسبة للمقادير كنحتاج بيضة واحدة، واحد الكيس ديال سكر الفاني، واحد الخمارة، 4 المعالق ديال السكر سنيدة، 7 المعالق حليب، 7 المعالق زيت، وكنحتاجو بالنسبة للدقيق 8 ديال المعالق كبار، وقبصة الملحة دائما لتصحيح الذوق. كناخدو الطراب ديالنا الكهربائي، كنضيفو مع البيضة ديالنا الكيس ديال سكر الفاني، وكنضيفو معاه سكر سنيدة، كنطربو الخليط ديالنا حتى كيتضاعف الحجم ديالو وكيولي البيض ديالنا ابيض. نضيفو الزيت، كنضيفو على الخليط ديالنا 7 المعالق ديال الحليب، نحبسو الطراب ديالنا وكنضيفو النواشف. ضروري انكم تغربلو الدقيق ديالكم والخماره. كنصبو خليط الكيك في مول ديال الزاج ولا مول كيتحل من الجوانب. كندخلو الكيك ديالنا للفران اللي كيكون شاعل من التحت على درجه 160 درجه. بالنسبه للفران يكون سخون من قبل. من بعد ما طابت لينا الكيك ديالنا وخرجناها من الفران كنمشيو نصايبو الكريمه. بالنسبه للكريمه ديالنا كنحتاجو فيها نصف لتر ديال الحليب، 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، 3 المعالق ديال الكريم باتيسير. كنحتاجو النكهه اللي بغيتوها البنات. انا هنا استعملت نكهه زهره البرتقال، ممكن تستعملوا غير الفاني. انا هنا استعملت 2 ساشيات، ممكن تستعملوا غير وحده. كنخلطوا الكل مع الحليب وكنديروا الكاسرونه ديالنا فوق النار هادئه مع التحريك المستمر. منين كتبدا الكريمه ديالنا دير لينا فقاعات كنخليوها واحد شويه وكنطفيو البوطه، ومباشره كنخويو الكريم ديالنا فوق الكيك. كنخليو الكيك ديالنا تبرد لينا واحد شويه غير في مكان العمل، وعاد كنزيدوا ليها الطبقه الثالثه اللي هي الموز. بالنسبه للبنان كنعصروا عليه واحد شويه ديال الحامض باش ما كيكحلش لينا، وكنستفوه فوق الكريمه ديالنا. دخلوا الكيك ديالنا للثلاجه حتى كتبرد لينا مزيان. عاد كنضيفوا عليها الطبقه الاخيره. بالنسبه للطبقه الاخيره كنحتاجوا فيها كاس ديال العصير ديال الليمون، وما تنساوش البنات تصفيوه. وكنحتاجوا 2 معالق كبار ديال سكر سنيده، وكنحتاجوا واحد الفلون بدون نكهه. كنخلطوا هاد المكونات مع بعض. نديروا الكسرونه ديالنا فوق النار
حتى كيبدا يغلى لينا هذا الخليط. وكنطفيو البوطه وكنصبو الخليط ديالنا فوق البنان، كنغطيوه كامل. الطورطه ديالي كتجي على هذا الشكل. كنتمنى تنال الرضا ديالكم. اكيد الا جربتوها غادي تعجبكم.